العجوز الساحرة آدي ليلياس من أخطر ساحرات العالم، الساحرة المسماة آدي ليلياس التي تسببت بمرض وموت كل من وقف في طريقها، كما أنها حضرت في اجتماعات أكبر السحرة والمشعوذين لتحضير طقوس التقرب من الشياطين وطلب القوة منها. توفيت في عام 1704 أثناء احتجازها في السجون بسبب جرائم اعترفت بها، منها أنها تمارس الجنس مع الشياطين، واكد المؤرخون أنه تم الحكم على الساحرة بحرقها حتى الموت كما يفعل بالسحرة في العصور الوسطى، لكنها ماتت في السجن، وهناك من يرى أنها انتحرت قبل أن يتم حرقها لتسلم نفسها للشياطين. دفنت الساحرة في وحل على شاطئ البحر بالقرب من قرية توريبرن في مقاطعة فايف الإسكتلندية، ولطالما خاف السكان المحليون من أن تنبعث من بين الأموات، لذلك وضعوا فوق قبرها لوحا صخريا. وقبل بضعة أعوام عثر علماء الآثار على قبرها، ولكن من دون رفات، فقد تبين أن اللصوص نهبوا القبر وباعوا العظام إلى هواة جمع الأشياء القديمة في دول مختلفة، وأما الجمجمة فقد اختفت عام 1938 بعد عرضها في معرض غلاسكو. قررت سلطات مقاطعة فايف تحويل القبر إلى نصب تذكاري، وطلبت من جميع من لديه أجزاء من رفات هذه المرأة إعادتها.